السلام عليكم الزول في اللون. الحلقه ديال اليوم غنهضروا على لا سيريموني ديال القرعه ديال لاكان. واش كانت مزيانه؟ واش كان داكشي كور وعطي العور؟ المهم شاهدوا هذا الفيديو حتى الاخر وغنكتشفوا الراي ديالي والراي ديال بزاف ديال المغاربه اللي شفت في لي كومونتير في هاد لا سيريموني من ناحيه التنظيم ومن ناحيه انتاج وكل شيء كيفاش كانت. اول حاجه غنبدا بها، كاينين شي حوايج عجبوني بيان سور انايا شخصيا، وكاينين شي حوايج ما عجبونيش. فغنبدا بداكشي اللي ما عجبنيش، وداكشي اللي ما عجبنيش اكثر من داكشي اللي عجبني للاسف الشديد. اول حاجه ما عجبتنيش باقي عاقل، كنت كنتفرج في لا سيريموني في الرياضيه تي ان تي. كانوا المذيعين ديال الاذاعه كيسولوا في الريد كاربت، كيسولوا الضيوف اسئله. واللي ما عجبنيش في الاسئله واللي ما عجبنيش اصلا في المذيعين انهم كانوا بزاف كيسولوا سيرتو كيسولوا اجانب، يعني اجانب من دول افريقيا جنوب الصحراء. كانوا كيسولوهم واش كيعجبك المغرب، واش كيجاك الاستضافه ديال المغرب، كي جاك المغرب، المغرب المغرب المغرب، واش المغرب زوين، واش الاستضافه زوينه، واش كنظن غيكون داكشي واعر، كيفاش جاك داكشي. جاب لي الله بحال كنقلبوا على شي واحد اللي مدحنا، بحال كنسعاو القبول بواحد الناحيه، ولا كنقلبوا على شي واحد اللي مدحنا وبحال ما عندناش ثقه في النفس. انا بالنسبه لي كمغربي، وانا مغربي عايش في كندا، دونك كمان كنشوف المغرب بواحد رؤيه بوتيت ديفيرونت على واحد عايش في المغرب. مي كيجي بيا الله بحال، يعني نقدر نشوف المغرب بحال كيما بوتيت واحد براني كيشوف المغرب. فاش كنت كنشوف هذيك اللقطات وهاد الاسئله بحال هكا، كان كيجيب لي الله بحال انه يعني ما عندناش ثقه في النفس، وبحال اننا كنبغيو ان الواحد يمدحنا وكننبشوا على داك المدح، باغيين يمدحنا بزز. فللاسف الشديد جاتني هذه حاجه كتنقص من ليليغونس ديال المغرب، ولا ديال يعني بنادم. انا اصلا عندي اصدقاء بزاف من افريقيا جنوب الصحراء، وعارف انهم كيقدروا المغرب بواحد الدرجه كبيره. فكيجيوني بحال هاد الاسئله ديال واش كيعجبك المغرب، واش المغرب زوين، بحال كتمشي عند شي واحد ضيف عندو لدارو كيبقى كيقول لك واش الصالون زوين، واش بيت النعاس زوين، واش الزربيه زوينه، كي جاتك الخاميه. ما فهمتش انا هاد الاسئله، جاوني اسئله طراز، يعني اسئله بلا علاقه، واسئله كتبين على واحد انه ما كاينش ثقه في النفس عندنا، واننا كنقلبوا على داك لاكسبتونس ولا القبول، كنقلبوا عليها الابروفل، كنقلبوا عليها باش جو سي با، باش تكون عندنا ديك العزه النفس ولا الاحساس انه زعما كاين راه المغرب شي حاجه. وكنشوف ان بزاف القنوات والمذيعين اون جينيرال كيسميوهم في المغرب بالزليجيه، مصطلح اللي كيقولوه المغاربه. فهادو اسئله صحفيه زليجيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. فهذه الحاجه الاولى اللي ما عجبتنيش. ثاني حاجه ما عجبتنيش حتى هي متعلقه بهاد المذيعين، انهم من غير انهم كيسولوا الاجانب يعني بزاف على المغرب، مغرب 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 مغرب، انهم كيعاوتاني كيمدحوا المغرب بواحد الصفه يعني ديلوجنال، يعني بحال ما بغيتش نقول شي حاجه تسيء لشي دوله، مي جاب لي الله بحال يعني نقص، بحال كاين واحد النقص في ديك الثقه في النفس، حتى اننا كنمدحوا راسنا براسنا. وقلبوا على شكون هما الدول اللي كيمدحوا راسهم براسهم. حنا من الدول اللي كنبقاو كنتقدوا، كنشوف الفيديوهات المغاربه كيبقاو كينتقدوا بعض الدول اللي كيبقاو كيمدحوا راسهم، الوغ كو حنايا براسنا يعني كنديروا نفس الشيء. ما فهمتش علاش كنبقاو كنمدحوا راسنا براسنا. كنشوف مذيعين ما كيقولوا الاستضافه في المستوى، السيريموني في المستوى، داك الشيء رفيع، بلا 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 بلا. اسمح لي، علاش كتمدح راسك براسك؟ ومن فوق داك الشيء فاش كنشوف هذاك المدح، وكنشوف بحال مثلا السيريموني، ما كيبانش لي ان داكشي متناسق. نعطيك غير مثال، انا كما قلت لكم عايش في كندا، فيعني مولف كنتفرج في لي سيريموني اللي كدوز هنايا، اغلبيه لي سيريموني ديال امريكا بحال لي اوسكار، ام تي في اووردز، سوبر بول، جولدن جلوبز. المهم لي سيريموني اللي دازو بحالها بتيت جولدن جلوبز، لي اوسكار، بتيت كاع لي شو ديال
مشوش بعيد لي شو ديال الفيفا ولا لي شو ديال كاع ديال العرب في السعوديه، بقيت عاقل على سميتو الافضل جو بونس. فكتقارن غير هذوك لي سيريموني مع هاد لا سيريموني، فكيبان لك فرق شاسع. وكتجي للمذيع ديال المغربي كتلقاه بركي كيكبر في ديك لا سيريموني اللي دايرين بحال ما عرفت شنو دايرين. واللي كيبان لي في لا سيريموني كيبان لي بحال مثلا في الريد كاربيت بانت لي الروينه. ما ما كانش واحد النظام، يعني نظام في المستوى. كيبان لي بحال مثلا كيسولوا واحد وماشي كيسولوه في واحد المنطقه يعني معزوله ولا فيها يعني دي سبونسور ولا شي حاجه، كيسولوه كيبان لك وراه بنادم جاي كيتمشى، اللي خارج اللي داخل اللي كيحنقز دوك سميتهم قناوه بركين كيحنقزوا. يعني كيبان لي داك الشيء ما منظمش بتاتا، ما منظم شويه ماشي ما منظمش يعني عاوتاني 1-0. مي كمان مع التنظيم ديال بيتيت 6-0 ماكسيموم 6-0. وفي الاذاعه بركين كيمجدوا تقول هنا نبات. فهذه ثاني حاجه ما عجبتنيش. وفاش دخلنا لا سيريموني حتى هي نفس التران، حتى هي اللي جا الحاجه اللي جاني بدات دايرين زوينه، وي دايرين ريد كاربيت، دايرين دوك البيبان على الشكل ديال التقاليد المغربيه، ودايرين ايكرون حيط ايكرون كيديروا فيه ساينج وكيديروا فيه الزواق. بالنسبه ليا كما كنقول ديما يعني في التكنيك بحال غنشدو غنصوروا بالدرون صافي راه داكشي زوين. فكيجيني بحال هكا التفكير يعني صافي عندنا حيط فيه الزواق ولا فيه الديكوراسيون صافي راه شواع. بحال كيجيوني المذيعين وكيجيوني بعض المغاربه كيشوفوا فريمون بحال هكا، يعني عندك حيط فيه كيتانيما صافي راه داكشي خرافي. الوغ كو اخراج كتلقى المخرج ولا الكاميرامان باكي كيصور ليا ديسين لا علاقه، ولا بحال ديك الصوره اللي صور ديال بوبكر ما عرفتش سميتو، كنظن سميتو بوبكر الممثل. ماكي اوكي سي ديال لي ميم ولا ميمز وورثي مي ما كداش في لا سيريموني. تصور بزاف ديال الدول الافريقيه يعني كتفرج في داكشي وكتشوف بالنسبه ليا شوها. المهم بين قوسين فندخلوا لا سيريموني. فاش دخلنا لا سيريموني فاش بدا كينا بدات صافا. باقي عاقل اول مغني كان هو نعمان اللحلو. بالنسبه لي نعمان اللحلو كان كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ما فهمتش انا واش عرس افريقي ولا عيد العرش، ما فهمتش انا. بزاف كيغنيو المغرب عاوتاني نفس الفيروس. المغرب يعني عندنا نقص ديال الافتخار ونقص ديال برايد. اننا ولا بتاتر العكس، يعني عندنا الافتخار بالزايد، الافتخار يعني لدرجه انه ولا توكسيك. فتا هو المغرب الله الوطن الملك عاش الملك. عاش ملك بصح، ولكن حنا دابا في عرس افريقي. هذيك عاش ملك قولها كما كيقول لك واحد المثل كيقول لك لاس از مور، يعني يقولها في لقطات وصافي. ولا سيريموني كامله عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. انا كنفتخر بالملك وعاش الملك نيت، ولكن حنايا ماشي في عيد العرش، حنايا ماشي في شي حاجه وطنيه، يعني حنايا في عرس افريقي. ميم با بدات العرس الافريقي في لا سيريموني ديال لاكان، وكاينين بزاف ديال الدول وركزنا بزاف على المغرب. جاتني المهم نعمان الحلو الاغنيه ديالته ما عجبتنيش. غنعطيها النقطه ديال 3-0. ما فهمتش انا يعني الدور ديال ديك الاغنيه شنو هو، لا بيرفورمانس لا تياتر لا مجي بكري. ما كاين حتى شي اداره فنيه فريمون، يعني واقف وكيغني. اللي عجبني فيه انه كمان يهضر بالونجلي، والونجلي ديالو تبارك الله مطلوقه ومزيانه. ثاني حاجه حاتم عمار اصلا دابا باش كنحاول نفكروا في دماغي ما عاقلش شنو غنى ولا شنو دار ولا كيفاش كان. انا نعطي النقطه ديال 0/10 فريمون. حاتم عمار سمح لي بزاف، ولكني ما عرفتش شنو جيتي دير تما. كاينه اصلا الاغنيه ديالك ما بقيتش عاقل، عرفتك غنيتي عرفتك درتي بيرفورمانس مي ما بقيتش عاقل شنو درتي. فاسمح لي 0/10 ما عجبتنيش نهائيا شنو درتي، وما بقيتش عاقل اصلا على كيفاش ولا شنو درتي. ثالث بيرفورمانس كان ديال ميتر جيم في الحقيقه. لا بيرفورمانس ديالو هي اللي الوحيده اللي كان فيها شويه ديال الضوء. عجبني انه دار كوكتيل ولا ماشاب ديال الاغاني ديالو، فكرني شويه في ديك ستيل ديال السوبر بول انهم كيديروا ماشاب. اللي ما عجبنيش في الحقيقه في
في لا سيكونس ديالو هو انه دوك اللي كانوا كيشطحوا معاه يعني اوكي كانوا دايرين كوريوغرافي مي هذيك لا كوريوغرافي سمحوا لي كانت غير تحنقيز ما كانش يعني فاش كنشوفها كنشوف الزريط فكروني في لا كوريوغرافي والتحنقيز ديال مصر في الافتتاحيه ديال 2019 كنظن حتى هما كانوا جابوا بزاف ديال البشر غير كيحنقز زعما راه كنشطحوا لابسين ستريت وير لا علاقه دايرين دي كوب لا علاقه داكشي ما متناسقش مع بعضياتو وغير كيحنقزوا زعما صافي هذا هي لا بيرفورمانس وكيجينا داك الستيل اصلا كيقلد الغرب اكثر ما كيقلد الثقافه ديالنا. تصور حنايا عندنا في مثلا جو سي كو ميتر جيم ماشي مغربي دونك ماشي بالضروره انه يدير الثقافه ديال المغرب، كيبقى انه في عرس مغربي وبيتيت تكون كانت اداره فنيه فريمون يعني شاده زمام الامور. وكان كنقول اداره فنيه ماشي اداره تقنيه حيت تقنيا كان داكشي مزيان. وانا غنجي البوزيتيف تقنيا كان داكشي مزيان بصراحه، ولكن فنيا كان داكشي في الحضيض. ما حشمش نقول 0 ولا 10 ما كانش 0 ولا 10 مي كوميم ما فيتاش 5 على 10 فنيا في لي بيرفورمانس كاملين. وانا جاي كرضوان هو الاخر وختامها مسك. ف ميتر جيم كوميم البيرفورمانس ديالو كان كوميم زوينه واخا اغلبيه كان كيبان بلاي باك مي الشطيح كان لا علاقه. لي غريماس ديال الشطاحين في وجههم علامات ديال وجههم كانوا لا علاقه، داكشي غير فريمون تحنقيز وصافي. ما كاينش تناسق ما كاينش كويزيون ديال الرقاصه و سي صا حتى اللبس وستيل كان جاني داكشي تا هو لا علاقه. فكما قلت حنايا في المغرب عندنا بزاف ديال الثقافات ديال الرقص بحال الاحواش، عندنا بحال مثلا هذيك القعده. فهادو سي والمشكله انا كما قلت لكم عندي صحابي بزاف افارقه فعارفهم كيعجبهم هاد لي كولتور اللي عندنا حنايا، هاد الرقص وهادشي كيجيهم هما اكزوتيك. وحنا في المغرب كنقصوا منه بحال مثلا الشعبي وبحال هكا القعده وداكشي. كاينين بعض الثقافات في المغرب كينقصوا منه الوغ كو انه هو عنده الجماليه ديالو وفي الاخر كيبقى انه مغربي. شي مثلا يكون داروا غير قناوه كيشطحوا والله الا كان غيجي داكشي احسن من داك التحنقيز ديال اللي دار مترجم. واخا كما كنقول بين قوسين مترجم ماشي بالضروره ديال انه كان خصو يدير شي حاجه مغربيه مي بيتيت حاتم عمور ولا رضوان ولا نعمان الحلو الا كانوا بغاو يديروا. فهذا هو لا بيرفورمانس. الا بقيتو شادين ليا السيستم ديال انكم كتغنيو غير واقفين وكتغنيو ولابسين مزيان وما عرفتش شنو دايرين فيها زعما كاينه جمالي سر ونجاحي. ف داك الشيء راه فات عليه التران. داك الستيل ديال لا بيرفورمانس راه ما بقاش. حنا ولينا في العصر ديال خاصك فريمون دير لو تياتر يعني فريمون سي اون ميزون سين. وحنا للاسف الشديد ما عندناش لا ميزون سين. لا ميزون سين هو داك الحيط اللي فيه الزواق كيديروا فيه مره شي زواقه يا جليج يا جو سي با كوا. فهذاك اوكي زوين تقنيا مي ماشي هو كلشي. خص فريمون تكون الاداره الفنيه سي صا. فمترجم بين قوسين كان صافا ما كانش في الحضيض بحال حاتم عمور ولا بحال نعمان الحلو. فمترجم غنعطيه 6 على 10. 6 على 10 كنظن انها نقطه هي اللي سهله بتات 7 على 10. الا بغيت نكون سخين نعطيه 7 على 10 ماشي للاسف الشديد ماشي اكثر من 7 على 10. واخيرا اخيرا ما عرفت كيفاش كتقال حاج رضوان اللي كيقولوا عليه منتج عالمي. ما باغيش نهاجمو للاسف الشديد واخا عندي واحد احساس انني بدات نهاجمو شويه بين قوسين ولكن ما باغيش نكون توكسيك معاه ولا اي حاجه. ف لا سين ديالو فريمون كور وعطي العور. رضوان داكشي اللي دار فريمون كور وعطي العور. واش هذيك اغنيه عباد الله ديك الاغنيه ديال شنو نقول لك ديال روض الاطفال ولا ديال الابتدائي اغنيه داير فيها مغربي بلا 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 بلا. شيكون كتب هذوك الكلمات نصيفطهم لشات جي بي تي ونقول ليه صوبهم لي اغنيه قول له حف سونو اي ونديرها اغنيه ونديرها كاع اغنيه نكتب جو سي با موروكان ستايل ولا شي لعيبه في الجونغ و انتيليجنس ارتيفيسيال عاد تخرج ليا اغنيه احسن من هذيك التخربيق اللي درتي.
واش هذيك اغنيه. انا ما فهمتش رضوان بعدا كاينه واحد الحاجه خصنا نهضروا عليها حنايا المغاربه كنكبروا به وكنفتخروا به وعزيز علينا وفريمون انه يعني دار البصمه ديالو انه كان مغربي ربح لي جراميز وكان في هوليوود. ما كيبقى انه فريمون مونتيج يعني مابقاش كتخدم معاه ليدي غاغا مابقاش كتخدم معاه جينيفر لوبيز مابقاوش كيخدموا معاه المنتجين الكبار مابقاش اصلا عايش في هوليوود جو بونس عايش في دبي. واصلا ليدي غاغا قطعت معاه لانه كان بزاف ديال الاغاني ديالها اللي كان كيدير ليها يعني كانوا منقولين. نعطيكم مثلا بوكر فيس ناقلها من ناقل دي مورسو منها من بوني ام ديال هذيك ماما ماما ماما. عندك شكون عاوتاني جينيفر لوبيز هذيك الاغنيه ديال اون ذا فلور حتى هي اللحن ديالها منقول من اغنيه مشهوره ديال لي لاتينو. شكون كان عاوتاني ليدي غاغا حتى هي اغنيه ديال اليخاندرو منقوله من ايس اوف بيس. باد رومانس اللي مشهور كاع بها ناقلها هذيك البدايه ديالها سورتو في الفيديو مزرب خايد فريمون لا ميم سيكونس من واحد اغنيه كلاسيكيه وغير مزربها ودايره في البدايه ديال الاغنيه. فهادو شي حوايج كانوا ما عجبوش ليدي غاغا وصافي مابقاش كتخدم معاه لانه سيرتو مني مادونا تفضحات مع داك سكوندال مع مادونا فاش قالت لها ريدكتيف وعلى نقلت منها بورن ذيس واي من اكسبريس يور سيلف. فمابقاش باغا يعني في حاله لي سكوندال انها ناقله باغا شي حاجه اوريجينال فمابقاش كتخدم معاه نهائيا. ف جينيفر لوبيز جو سي با علاش مابقاش كتخدم معاه صافي شي موف دون شي حاجه اخرى جديده بحال مات لي الحوت فصافي ساعته سالات. كان مشهور بين 2009 حتى 2013 ماكسيموم وصافي مابقاش كيدير اغاني فريمون توب في هوليوود. في الكاس العالم اللي فاتت وي دار الالبوم ديال كاس العالم كنهضر على كاس العالم ديال قطر دار البوم دار بوم كانوا فيه اغاني زوينين فريمون داكشي مخدوم. بدات القطريين خلصوا مزيان حيت بدات هو كيخدم الا كان الفلوس كيخدم مزيان ما كانش الفلوس كيدير كور عطي العار. ما فهمتش علاش دار الاغنيه هذه فريمون ما فيها حتى شي مجهود بالي يعني اغنيه بحال خدم لها بتاع 10 دقائق. ومن غير فهمتني الا جينا نشوفوا بحال مثلا كما قلت في قطر دار اغاني زوينين. من بعد في لاكوب دي موند ديال الدريات اللي داز في استراليا ونيوزيلندا كان حتى هو المنتج الفني ديال ديك لاكوب دي موند ودار اغنيه لا علاقه حتى هي ويعني السيستم ديالو متذبذب والاغاني ديالو اصلا حتى هما عندهم شي 5 ديال لي فورمول وكلهم كيتشابهوا. يعني الا سمعتي الاغنيه وحده ديال رضوان بحال سمعتي كاع الاغاني ديال رضوان عنده 5 ديال لي فورمول كيبقى كيريسيكلي فيهم وهادو هما الاغاني ديال رضوان. فالاغنيه اللي دار جاني بغى يدير بحال هذاك الانثم ديال ريال مدريد مي داروا بكلمات طفوليه وبلحن لا علاقه. انا جاني كون رضوان غنى غير وي لاف افريكا اللي حتى هي اغنيه ديالو وعندها ما عرفتش 60 ولا 70 مليون مشاهده في يوتيوب وفريمون داخله في لو تيم ديال لا سيريموني. كون دار غير هاد الاغنيه هادي كون فريمون درت بوم كنت شهرات كون اصلا في بلاصه ديك 60 ولا 70 مليون كون ولات دابا 100 مليون لانهم لي زوت بي افريكان كانت تعجبهم اللي باقي ما اكتشفوهاش وما عمرهم ما سمعوها. اغنيه داخله في لو تيم ويعني في صلب الموضوع وماشي حتى هي مغرب اصلا لا ديريكسيون ارتستيك كانت كلها مغرب بحال حنا في العيد العرش ولا في عيد وطني ولا ناقصنا يعني ناقصنا اللي يقول لنا المغرب زوين فيعني خصنا شويه ديال التزليج. المهم فبالنسبه لرضوان اغنيه ما عجبتنيش الاغنيه الاولى ديالو ديك ديال المغربي اغنيه لا علاقه. انا نعطيها 1 على 10 ماشي بحال حاتم عمر اللي 0 على 10 وما عقلت عليها وجاني بحال عاوتاني بغى يقلد مايكل جاكسون في ستيل ديال وي ار ذا وورلد ولا في ستيل ديال وات مور كان اي جيف في ستيل ديال بيرفورمانس. ورضوان كيجيني انه كمنتج احسن من كمغني. انا ما فهمتوش علاش كيبغي بزز يبان انه بحال مغني بحال حتى هو عنده نقص باغي يبان ستار بزز بحال اوكي. وانا عارف هو انه كبير في العمر بدات عنده 50 عام ولا جو سي با شحال بحال الفت انه ما كانش ستار في صغرو يعني باغي يعيش جاتو ديك المراهقه ديال باش يولي ستار. دابا هو كمنتج توب ماشي لا يعلى عليه كاينين محسن منه مي كوميم بالنسبه للمنتج مغربي توب سورتو منتج مغربي يعني عالمي. اما بالنسبه للستار كيجيني بحال باغي بزز يولي ستار فكيجي بحال مثلا دار اغاني عربيه جمع كاع العرب وحتى اغاني مغربيه جمع كاع الفنانين العرب وكاع الفنانين المغاربه ودار لهم اغنيه وكيبغي يبان هو زعما كاين هو السونتر ديال هو مايكل جاكسون ديال هذاك الجروب. ولا ميم شوز دابا جاني مؤخرا دار فيلم ما عرفتش واش سميت الفيلم
وجمع لي الممثلين اللي كانوا ممثلين هذه 30 عام هما في التمثيل، شي ممثلين بوبكير وداكشي. سمحوا لي مع كل احتراماتي، ولكن 30 عام في التمثيل صافي، خلي بلاصتك لشي واحد اخر. ف فجمعهم وتوا يعني بحال باغي يبان زعما انا هو الملك ديال السينما في المغرب، يعني جا حتى الاخر ويدير لهم ميسا. فجامعهم وتاهما لا علاقه، يعني واقفين ما حافظينش، غير واقفين وداكشي جا مشوه، والكاميرا مان تابو الاخراج شاد ليا بوبكير وكيبان حالته في شكل بحال باقي بحال الله فايق من الناس وباقي مرون، ما شط مزيان، ما وشادينو ما تاهو ما كيغنيش، داير فيها حكيمي ما حافظش النشيد الوطني ولا ما كيهضرش في العربيه. ف فجاني داكشي كيضحك وكيبين عاوتاني كيفاش فريمون عندنا ديك الميديا في المغرب كيقلبوا كينبشوا على الفضائح، انه مخرج شاد لي ديك اللقطه ومرك عليها. وحتى في الاخراج فاش كانوا كيبينوا فوزي القجاع وموتسيبي والحضور، كانوا مركزين بزاف على غير فوزي القجاع الصف الاول، الوغ كانوا دي ستار كبار، كانوا دي ستار كبار من الدول الاخرين، وما كانوش كيوركوا عليهم. كيوركوا لي على ايطو مره اللي مشهور، اما شي الاخر ما حتى هما المخرج والاخرين ما عارفين، ما عارفينش شكون اللي كاين. فهادشي اللي كان خصهم يخدموا عليه. فهمت فاش كتشوف برنامج ديال هوليوود ولا ديال فهمت لي زوسكار ولا الجولدن جلوبز، كيركزوا على فحال الحضور، كيركزوا كيبينوا لا ديفيرسيتي في الحضور، وكيبينوا لقطات زوينه ماشي لقطات مشوهه، يعني كيقلبوا غير على الفضائح. وبالنسبه غنقول من بعد داكشي اللي عجبني. واخا دابا انا باقي في القطار ديال السلبيات، وهاد السلبيات كنقولهم ماشي باش كنهاجم المغرب ولا كنقص. فانا كنآمن ان يعني خصنا تكون عندنا الثقه في النفس، وكنآمن ان الانتقاد هو مفتاح التطور. وكنتمنى ان هادشي اللي كنقولوا يعني الا وصل الاشخاص اللي يعني خصو يوصل لهم، كنتمنى انه يكون حافز باش نتقدموا نديروا احسن، لاننا ما عمقاش فهاد المستنقع ديال الشوهه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وسمحوا لي على هاد العبر. فسيسا اما الاغنيه الثانيه ديال رضوان ديال السبوعه والرجاله، صافا ديك اغنيه كمان زوينه كتعجب المغاربه، ماشي هو اللي ماشي هو اللي غناها، اللحن ديالو ديال كاس العالم ماشي هو اللي غناوها مغنيين اخرين، هو كان داير غير بلاي باك، وعاوتاني باغي يبان انه هو الواعر. فبالنسبه ليا حتى هي ما كانش واو كما قلت، كان عليه كون في بلاصتو انا كنت نعيط على امينوكس وديك المغنيه الماليه، ونديرو وي لاف افريكا، كانت غتكون احسن من بجوجهم. بتات ندير كاع هاد السبوعه والرجاله، مي هذيك وي لاف افريكا كانت غتكون احسن من ايذر اور من سبوعه والرجاله، ولا من مغربي. ومترجم تا هو رجع المترجم تا هو واحد اللقطه فاش كنا ديك او اي لا 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 لا، كنت كنتمنى انه يخرج ديستينكت، كنت كنتمنى كنقول اللور عايش، ولكن حنا في المغرب ما عندناش سسبانس ولا بزاف ما عندناش البودجي باش نجيبو ديستينكت، حتى جيما جو سي با واش هاد المغنيين خلصوهم شي حاجه مزيانه ولا غير لعبوا عليهم على الوطنيه ديالهم، وداكشي علاش داروا داكشي على قد الحال، لانهم ما مخلصينش ولا ما كاينش البودجي باش يديروا شي حاجه واو. مي اسمح لي المغرب الا بغى يدير الافتتاحيه ديال كاس العالم في 2030 ولا بغى يدير الفينال في 2030 في ستاد ديال كازابلانكا، خاص يبين انه عنده النيفو، لانه فاش كتبين انه النيفو ديالك فحال هكا، ف يعني فهمت. انا نعطيكم مثال، فاش قالوا دوك يرحبوا برضوان، قالوا انه غنى ليدي غاغا، غنى جينيفر لوبيز، ولا دار توزيع جينيفر لوبيز وليدي غاغا، وقالوا سميه اخرى، قالوا انريكي إغليسياس. دابا تصور معايا غنجيبوا رضوان اللي كنمجدوا فيه لانه دار مع ليدي غاغا وجينيفر لوبيز وانريكي إغليسياس، واسبانيا غتجيب لنا سيدي هذاك اللي كيمجدوا به الاخر، غتجيب لنا انريكي إغليسياس اسبانيولي، وتجيبوا لي هو في الافتتاح. وشكون اللي نديروا؟ واش نديروا رضوان ولا نديروا انريكي إغليسياس؟ فبالنسبه لي انه الا كانت عندنا الثقه في النفس، رضوان صافي سميتو قاد بها، علاش نقول له ليدي غاغا ولا جينيفر لوبيز؟ اصلا كما قلت ليدي غاغا مابقاش كتخدم معاه، جينيفر لوبيز هي مابقاش كتخدم معاه، دار لهم اوكي كيلكو هيت سي بون مزيان، مي راه 10 سنين هادي ولا اكثر، يعني فينا واش مات ليه الحوت؟ فينا هو اغنيه ديال كاس العالم تشهرات حيت كان كاس اصلا اغاني ديال كاس العالم ديما كيتشهروا، وكانوا زوينين في الحقيقه.
غير على سبيل المثال ديال توكو توكو تاكو توكو تو تا توكو تو تا توكو تو تا هذيك اغنيه اتشهرات وماشي ديالو. فماشي بالضروره انه كان واو واو واو. وكاس العالم ديال نيوزيلندا واستراليا ما دارش اغنيه زوينه. من وراها كاس العالم ديال الانديه ديال المغرب اللي دار فيها وي لاف جو بونس ويلكم تو موراكو. اغنيه كانت عاديه ماشي حتى هي واو. جو بونس هي خدم عليها ديال شويه ديال الكور وعطي العور كما مخدم عليها، مي حتى هي فيها شويه ديال الكور وعطي العور. ما جاتنيش شي توب ديال الطوب. والدليل على ذلك انها في يوتيوب ما فيهاش المشاهدات بزاف. كنظن اخر مره شفتها كانت فيها شي 7 ديال المليون ديال المشاهده. سي صا. فهذا هو بين قوسين رضوان هضرت عليه بزاف لانه فريمون كان ليت داون كبير بزاف. وكنتمنى حيت كنظن انه غيكون هو الديريكتور ارتستيك ديال افكون ولا ديال لاكان. فكنتمنى انه يهز النيفو لان بهذا النيفو شوها وقلب على المغرب. راه هذا عرس افريقي ماشي عرس مغربي. العروسه هي افريقيا، فالعروسه الافريقيا هي اللي خصنا نديروها في العماريه. كون درتي وي لوف افريكا كانت غيكون داكشي واعر. واصلا خصنا نمجدوا افريقيا. كيفاش كتمجد المغرب راه بحال كتمشي عند شي خالك ولا عمك ولا خالتك ولا عمتك وكتبقى تجبد لك الالبوم ديال التصاور القدام ديال 1700 تبقى تقول لك شوف هذا شو كنت شو هذا شو يعني. اوكي كتفرج في داكشي ولكن واحد الوقيته كيجيك الملل. الواحد كيبقى كيمجد في راسو. فاحنا في المغرب كيجيب يلاه كنبقاو كنمجدوا راسنا بزاف لواحد الدرجه انه كتولي فحالنا عندنا نقص كتولي يعني كتعطي العكس ديال الجماليه كجماليه. فهادشي اللي كنتمنى نخدموا عليه. فهذا رضوان النقطه اللي غنعطيه 4/10 فريمون يعني ماشي ما كانش داكشي زوين. المهم بين قوسين هادشي اللي كان ما عجبنيش في لا سيريموني. دابا ندوزو للشي اللي عجبني. فهذاك الشيء اللي عجبني المهم المذيعه كانت زويونه. ما جابوش عاوتاني بحال واحد لا سيريموني قبل بانوا لي جابوا مذيع لا علاقه ما فوتوجينيك ما كيهضر اون فرونسي. حتى هي كانت كتهضر اون فرونسي مي سي كوريكت. المهم مغربيه زويونه بين قوسين صغيرين. انه جانا داك القفطان اللي كانت لابسه ماشي ما عندوش علاقه جانا داك القفطان اللي كانت لابسه ما عندوش فريمون علاقه بسيريموني بحال هاد لا سيريموني. كانت لبس شي حاجه كحله وبدات مذهبه وقفطان زوين. لو فيت انه قفطان سي زوين. مي القفطان ستيل ديال القفطان المهم انا ما كنعرفش في الحوايج ديال الدريات. مي المهم بين قوسين فاش شفت داك ستيل جاني داك ستيل بحال ديال العرس ولا ديال الدار ولا ديال شي سيريموني بحال هكا. ما جانيش في يعني لباس ديال سيريموني من هذا النوع ديال ان الجوائز ولا ديال القرعه ولا. فهذا هو بين قوسين صغيرين. اما اون جينيرال بانت لي مزيانه. لو فيت انهم كانوا دايرين ليها سكريبت جو بونس في لي زيكرون بعد كانت كتشوف فيهم وكتقرا بلا ما كتفتف. جاني داكشي زوين ما كانش كتقرا من ورقه. لو فيت انهم جابوا داك الممثل الامريكاني جيمون هونسو وكنورك سميتو جيمون حيت كنتفرج فيه في الافلام وكنسمعوا كيفاش كيقولوا ليه سميتو كيقولوا ليه جيمون وهي كانت كتقول ليه جايمن. ديما بحال باغا تقراها اون انجلي الوغ هو من بينان و جو بونس بينان كيهضروا الفرونسي. دونك جيمون كتقرا جيمون كما كتكتب جيمون. فاصلا امريكاني كيقولوا ليه جيمون هونسو. هذه اسمي اللي عارف عليه. هو براسو حتى فاش كانوا كيهضروا مع افارقه الاخرين شفت في فيديوهات كانوا كيعيطوا ليه جيمون. هي كانت كتقول ليه جايمن. هذه حاجه حتى هي بغيت نركز عليها بيتيت واخا ماشي مهمه. ما يعجبني انه كان فريمون فاش دخل صفقت كنت جالس بديت كنصفق. جاني يعني جبنا واحد من طراز يعني عنده الوزن ديالو وعجبني انه كيهضر حتى هويا وكيهضر مزيان وكبرت هو بحال مثلا هو فاش كيكبر بالمغرب مزيان. هو كبر بالمغرب يعني بلا ما نحتاج نغزو ولا نجرو ولا نبشوه باش بوحدو بدا كيهضر على المغرب. وهو فاش كيهضر على المغرب واحد براني فجاني مزيان. فالحاجه الوحيده اللي ما كنحملش هي فاش حنايا كنبداو كنمجدوا في راسنا. واللي كيضحكني انه كنتاقدوا بعض الدول الاخرين اللي كيبقاو حتى هما كيمجدوا في راسهم. فكيجيب يلاه فاش كنبداو كنمجدوا راسنا كيبانوا حنا ودوك الدول راه بحال كنبقاو كنتناقشوا حنا وياهم. في الاخر حنا فحالنا فحالهم. يعني فحال عندنا نفس النقص نقص ديال الفيتامين فيتامين الافتخار ولا ما عرفتش. كنبقاو خصنا ضروري تمجد راسك واو مغرب وحنا ما كناش في عرس وطني ولا كنا في عرس افريقي كما كان. فالمهم الفات انه كان جابوا جيمونسو كان زوين كفكره.
وتا هو لا ديليفرونس ديالو ديال السبيتشات وداكشي كانوا زوينين. القرعه دازت مزيان حتى هي، ما بانش ليا فيها شي خلل. عجبوني هذوك الفيديوهات اللي داروا على الافارقه، حتى في الفيديوهات اللي كانوا كيلوحوا مره حتى هما كانوا مغرب. مي بعض الفيديوهات جو بونس شي جوج ولا ثلاثه بينوا فيهم الدول الافريقيه، وسورتو فاش كانوا كيديروا شاك بوت اللي فيه القرعه كانوا كيبينوا دوك الدول اللي فيه. دوك الفيديوهات عجبوني، وعجبني الفيديو اللي كانوا كيبينوا فيه مناطق مغربيه بحال مثلا هذا زوين، هذا يعني سوبتيل، كتبين كتهضر على المغرب وكتمجد في المغرب بواحد الطريقه سوبتيل ما كتبانش فيها معيقه. فاش بينوا بلايص ايكونيك في المغرب ولا لاند ماركس، وكيبينوا الرايه ديال كل دوله. فهذيك فريمون هذيك اللقطه عجبتني بزاف وفكره زوينه، وفي حالة الافكار اللي كنبغيو ماشي غير نهار كامل ولا لا سيريموني كامله المغرب واو مغرب ف سي سا. و اون جينيرال بالنسبه للاخراج وبالنسبه للكاميرا نعطيها التنقيط ديال بوتيت 7 على 10. كنت كنتمنى ان المخرج ولا لي كاميرامان ما يكونوش كيركزوا بزاف على بحال لقطات شويه مفضوحه بحال ديك ديال بوبكر، ولا مركزين غير على فوزي القجاع وموتسيبي. كانوا يبينوا شخصيات اخرى اللي كانت عندها لو بوا بيتيت كاع كبر من هادو، واخا اوكي هادو لو بوا ديالهم سي فري كبير بالنسبه ولكن يبينوهم مره جوج ثلاثه ماشي لا سيريموني كامله شادينهم. جو سي بيتيت لي كاميرا سو ليميتي وكاميرا شادين غير في الاول، مي هنا فين خاص يكون البيدجي وخاص يكون هنا فين كنقولوا المستوى. ماشي حنايا دايرين بحال هكا وكتلقى مذيع في الرياضيه كيقول لك واو مستوى خرافي واو. فهادشي اللي بغيت نقول. ايوا طولت عليكم، بالي وصلت نص ساعه وانا كنهضر في هذا الفيديو. المهم بين قوسين لو شو بين قوسين نعطيه 7 على 10. الحوايج اللي ما عجبونيش قلتهم لكم. ما عجبونيش لي بيرفورمانس كاملين من غير مترو جيم اللي عجبني شويه، مي لا بيرفورمانس ديال نعمان الحلو لا علاقه. البيرفورمانس ديال حاتم عمور فوت لا علاقه ليه 0 على 10. لا بيرفورمانس ديال رضوان حتى هي لا علاقه. الاغنيه ديال رضوان حتى هي لا علاقه. الاخراج والسينماتوغرافي ديال ليفينمون صافا 6 7 على 10. ديكوراسيون تياترال وميزون سين لو فيت وي تقنيا كانت عندنا ديك ليكرون ديال السايناج ولا ديال الديكوراسيون سي بون مزيان. خاسرين فلوس على ايكرون مي ما عندناش للاسف شديد ديريكسيون فنيه تياترال ولا ديال لا ميزون سين اللي كدير فريمون ان شو سبيكتاكل. وي كانوا عاوتاني هذوك بايرو تكنيكس وداكشي، مي سي لو مينيموم. حنا دابا في 2025 داكشي راه ولا مينيموم. فبالنسبه لي خص تكون ميزون سين اكثر من غير دير ليا شويه ديال لي بايرو تكنيكس و ايكرون تاكتيل سي تو. ولكن خاص بزاف ديال الخدمه باش فريمون نكونوا في مستوى خرافي اللي كنطلعوا ليه واللي باغينه، ماشي اللي كنمجدوا فيه وحنا باقي ما واصلينش ليه. فباش نوصلوا لمستوى خرافي خصنا نكونوا كنفكروا ان اي حاجه درناها سيرتو فحال الحوايج بحال هكا ان تكون احسن حاجه في التاريخ. خاصنا يعني البصمه ديالنا تكون بحال هكا كيتبنى التاريخ، بحال هكا كدير بلاصتك وكدير الوزن ديالك، انه حاجه تفرج فيها وتعاود تفرج فيها. شكون دابا قول لي شكون اللي يبغي يعاود يرجع ويتفرج في هذيك لا سيريموني؟ ما كنظنش. حيت صافي شفتي القرعه حتى واحد ما يبغي يعاود يتفرج. ولكن كون داروا دي بيرفورمانس واعرين، دي بيرفورمانس فريمون كما كنقولوا في المستوى، كما كانوا كيقولوا ديك المذيعين في المستوى، كون بنادم كيرجع يعاود يتفرج. كون سوا الاغنيه ديال رضوان ولا ديال نعمان الحلو ولا ديال حاتم عمور ولا ديال مترو جيم، بدات الوحيده اللي يرجعوا يتفرجوا فيها هي اللي عطيتني 7 على 10 هي ديال مترو جيم. اما الاغاني الاخرين اشنو داكشي كور وعطي العور يعني، ولا العكز الخدمه ديال شي واحد معكاز صافي يلبس ليا مزيان، لابس ليا لبسه ديال 10000 دولار بتات مخلصين حتى هو شي 50000 دولار كنظن، ولكن ميزون سين وداكشي ما خاسر عليه بتات ميم با 100 دولار. حاتم عمار شنو دار؟ بتات حتى هو بس جاب الشطاح، ما بقيتش عاقل كيفاش كانوا كيشطحوا. اشنو دار؟ خلص عليهم كاع 1000 دولار وشنو داكشي لا علاقه. مهم حنا كنطلعوا ان نخدموا اكثر وتكون عندنا الابداع الفني اكثر ونعطيو اكثر.
باش نكونوا ماشي غير في مستوى محلي وكنتقارنوا بتونس ولا مصر وانما نكونوا في مستوى عالمي، كنتقارنوا بامريكا، كنتقارنوا بالمانيا، كنتقارنوا بفرنسا، كنتقارنوا بالسعوديه. ما نمشيوش بعيد، واخا عاد تقول لي هادوك عندهم بودجي، عندهم جو سي با كوا، مي راه اللي خلاهم يديروا البودجي هي الفكره. حنا للاسف الشديد ما عندناش الفكره، عندنا ديك الفكره ديالها غير مغاربه كوار وعطير العوار وصافي ماشي مهم. لكن حنا دابا في عرس كروي افريقي، ومن وراه عندنا عرس عالمي، وفي هذاك العرس العالمي باغيين اننا تكون عندنا هي الافتتاحيه هي الفينال. باش تكون عندنا الافتتاحيه والفينال خصنا نبينوا انه يعني عندنا النيفو. باش كنبينوا النيفو بحال هكا بالنسبه لي النيفو ديال التسعينات، في التسعينات كان يكون واو، مي دابا في 2025 ماشي هذا هو النيفو اللي كنتوقعوه. فكنتمنى نخدموا كثار ويكون ابداع في داكشي اللي جاي، وكنتمنى يسوء الظن ديالي وتكون الافتتاحيه ديال لاكان ماشي هذا هو اللي شفنا في هاد لا سيريموني، ماشي الرمز ولا كيبين كيفاش هاد لاكان غتكون. حيت الا بغيت نبين لاكان ديال ليجيبت كانت فيها نفس ستيل، انا غير كيحنقزو كيطرطاو، كنحس عندي حاسه سادسه كيقول لي ان المغرب يدير نفس ستيل كيما دارت مصر. انه بيتات حنايا العرب عندنا بحال هاد الافكار انه غير كور وعطي العوار وماشي مشكل، علاش غنخسروا فلوس في داكشي، غنخسروا فلوس في التيران في شي حاجه اخرى. وي كلشي مهم، مي الماركتين والفيديوهات اللي كيبقاو في الانترنت اللي كيتفرج فيهم بنادم على مرور التاريخ، بحال مثلا مصر 2019 كنتفرج فيها انا دابا، فكتشوفها كيجيب لك داكشي لا علاقه. فتصور واحد فهمتين في 2029 ولا 2030 غيتفرج ليا في الافتتاحيه ديال المغرب، ولا غيتفرج ليا في هاد لا سيريموني مثلا، وغيشوف داكشي، واش غيشوف داكشي غيقول واو، ولا غيشوف داكشي وغيزابيو. هادشي اللي كاين. المهم شكرا بزاف على المتابعه، كنتمنى نشوفكم في الفيديو الجاي قريبا ان شاء الله. ندير فيديو اخر خارج عن هذه المواضيع ديال الكره وديال لي سيريموني والتعقيبات وهادشي. وفي الاخر كنقول لكم واحد المثل كيقول details make the difference. الفرق كاين في لي ديتاي ولا في داكشي الصغير. ف لي ديتاي هما اللي كيديروا لا ديفيرونس، فحنا خصنا نخدموا على لي ديتاي. فباش نوصلوا لهذاك النيفو اللي كنبغيو نمجدوا راسنا اننا ديجا حنا فيه، خصنا نخدموا على لي ديتاي. وهذه كنقولها اون جينيرال، كنقول لراسي حتى انايا. فانا يلاه كي بديت دابا في يوتيوب وهاد الفيديوهات هما كنبغي نخدم عليهم، ولكن يلاه كنجونغلي بزاف ديال الحوايج وباقي ما درتش تراكسيون. فتا انا براسي خصني نخدم على لي ديتاي باش ندير فيديوهات مزيانين ويكون داكشي انجيجين وداكشي، وان شاء الله غيجي عن قريب هادشي. وكنتمنى تتابعوني وتشجعوني حتى انايا، ونتلاقاو في الحلقه القادمه بحول الله. وعيش اللحظه، وشكرا جزيلا على المشاهده وعلى المتابعه، وبارطاجي الفيديو الا بغيتي مع اي واحد عجبك. يلا.